تخيلوا معايا ان انتوا صحيتوا يوم الصبح لقيتوا نفسكم عايشين من غير جلد، اي نسمة هوا بتوجعكم، اي لمسة خفيفة بتخليكم تصرخوا من الألم. ده بالظبط الوصف العبقري اللي وصفته الدكتورة مارشا لينهن عن اللي عنده اضطراب الشخصية الحدية او البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر. وللاسف اصحاب الاضطراب ده بيعانوا من سمعة سيئة جدا وسط كل اصحاب الاضطرابات التانية، عكس كل الناس بقى اللي بتتعاطف مع ال ADHD او ال OCD او اي نوع تاني من انواع الديس اوردرز. اصحاب الاضطراب ده الناس دي مش بتمثل ولا بتوع مشاكل ولا امينه رزق في نفسهم وبيعشقوا الدراما زي ما المجتمع بيوصمهم. الناس دي عايشه بجهاز عصبي مشاعره ملتهبه وما عندوش فلاتر وما عندوش حاجه تطري عليه. النهارده في الفيديو ده احنا مش جايين نتكلم كلام انشا ولا كلام دكاتره وخلاص، احنا جايين نمشي في رحله ليها تسلسل. فلو انتوا او عندكم حد بتحبوه بتعانوا من الاضطراب ده اتفرجوا معايا على الفيديو عشان هفهمكم التالي، فهنفهم مع بعض ليه اصحاب اضطراب الشخصيه الحديه عاملين كده، ايه اللي خلاهم كده، السلوكيات الحقيقيه والمقاسي الحقيقيه اللي هم بيعيشوها، وايه الجانب المضيء والمميزات الجباره اللي عندهم، وازاي نقدر نساعد نفسنا. فهاتوا حاجه ساقعه متلجه تشربوها احنا عشان حاجه تقاوم الحر اللي احنا فيه والموضوع الساخن اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. بتشربي ايه يا يمنى؟ بشرب كولاجين درينك. الكولاجين جوس ده الحقيقه جالي من براند سودانيه اسمها كاملي، اللي عنده ساشيهات كولاجين يشربها، اللي عندهم ايس كوفي، عشاق الايس كوفي يشربوها. هاتوا حاجه ساقعه تطري على قلبكم كده واحنا بنتفرج على جبتوا الحاجه اللي تشربوها؟ يلا نلبس بدل الغطس وننزل نغوص في اعماق اضطراب الشخصيه الحديه، علشان مش هنعرف نجتذبه ونقتلعه ونرميه ونروح لبر امان، ولكن ممكن ناخده معانا ونروح لبر الامان، لان هو ليه بر امان مش زي ما الناس كمان مفهمانا. ولو دي اول مره تشوفوا فيديو ليا فمش تبقوا فاهمين قوي موضوع بدل الغطس ده، حاجه بيني وبينكم. عشان نجاوب على سؤال ليه اي حد ممكن يبقى عنده هذا الاضطراب وهل هو بيتولد بيه او دي حاجه بتحصل نتيجه للنشأه بتاعته، لازم نعرف شويه الحاجات اللي جايه دي. علم النفس فسر ان الناس بيبقى عندها اضطراب الشخصيه الحديه لسببين. النظريه الاولى وهي بيئه ملغيه للمشاعر او invalidating environment، بمعنى الموضوع بيبدا بمولود جديد حساس جدا، حساس لكل حاجه، بيفرح قوي وبيزعل قوي، حساس قوي لكل حاجه حواليه. الطفل ده للاسف نشأ في بيئه بتلغي مشاعره تماما او بيستهونوا بيها، اللي هي الانفاليديتنج انفايرمنت. بمعنى اي طفل تعبان زعلان حران عيان جعان اي حاجه من الحاجات الان دي، اللي بيحصل ان الاهل بيهتموا بده، ولكن في حاله هذا الطفل الاهل دايما بيقولوا له لا انت مش تعبان، لا انت بيتهيأ لك، او ايه ده انت بتعيط ليه، انت بتمثل. فدايما بيتهموه ان مشاعره مش حقيقيه. مع التكرار ده الطفل ده بيكبر وهو مش واثق في مشاعره ودايما شاكك ان مشاعره دي حقيقيه ولا لا، ما عندوش اصلا رادار بيقول هو عنده هو حاسس بايه اصلا دلوقتي. فالطريقه الوحيده عشان نتسمع او يتحس بالوجع اللي احنا حاسين بيه اننا نصرخ او نهد المعبد على اللي فيه زي شمشون. صريخه في قلبها ما بيتقالش غير جمله واحده: انا موجوع اسمعوني. النظريه الثانيه هي الرعب من الفراق والتعلق القلق. جون بولبي اللي هو مؤسس نظريه التعلق بيفسر ان مريض الشخصيه الحديه ده عاش طفوله ما فيهاش امان، فيها تذبذب في الامان، اهله موجودين ومش موجودين، يوم بيحبوه يوم ما بيحبوهوش، يوم بيكلموه يدلعوه ويوم يدوله الصمت العقابي وما يعبروهوش. فطلع عنده تعلق قلق، ما عندوش اي نوع من انواع الامان العاطفي، ما عندوش اي نوع من انواع الثقه انه الاشخاص اللي بيحبوه او بيحبهم هيفضلوا جنبه او في ظهره، او اي حد مهما كان متعلق بيه عادي جدا ممكن بكره الصبح يصحى يلاقيه مشي وسابه، لانه ما عندوش احساس بالامان العاطفي. هي دايما في صوره نمطيه عنهم ان هم اشخاص نكديه يعشقوا النكد زي عينيهم، اشخاص اوفر مشاعرهم مضروبه 200 اشخاص اوفر بيأفوروا في ردود فعلهم، بيأفوروا في مشاعرهم، بيأفوروا في كل حاجه، ومفتعلين للمشاكل، اشخاص صعبه جدا. لحد اما الابحاث اثبتت حاجات مهمه جدا. المشاعر بتبقى اوفر، ردود الافعال ممكن تبقى مضروبه في 20، ولكن ده ليه سبب وسبب علمي. فخليني اقول لكم ده ايه. لما العلماء عملوا اشعه وظيفيه للمخ او fMRI طلعت حاجتين مهمين جدا، اثبتت ان مخ اصحاب اضطراب الشخصيه الحديه فعلا مختلف بيولوجيا ومتركب بشكل مختلف. فالله اكبر العلم نصرنا. رقم واحد الاميجدلا او اللوزه الدماغيه، دي بقى متضخمه ونشطه بزياده. طب ايه هي بقى يا اللوزه الدماغيه؟ اقول دي في المنطقه في المخ المسؤوله عن رصد المخاطر والمشاعر زي الخوف والغضب عند الشخص
الحد دي المنطقه دي شغاله باقصى سرعه 24 ساعه، ما بتفصلش، ما بتريحش، ما بتجليش، فبتخلينا نترجم اي كلمه عاديه، اي نظره، اي همسه، اي لفت، اي مسج تونها في 0.00001 التون مختلف، نقرا ده على طول على انه رساله تهديد، رساله رفض، رساله بدايات اشعارات بقى حاله طوارئ جيم ان الشخص ده هيمشي ويسيبنا. فمخنا بيبدا يترجم ده فورا. محتاجين نعمل رد فعل كده، ندافع، نقاتل، نتخانق، نعمل كاراتيه، يعني نعمل حاجه، ما ينفعش نفضل ساكتين على نفسنا كده. ورقم 2 البري فرونتال كورتكس، ودي اللي هي مش عارفه الترجمه دي صح ولا لا، بس هي قشره فص الجبهه، ودي عندنا ضعف في الاتصال فيها. يعني ايه؟ يعني المنطقه دي هي المنطقه العاقله المسؤوله عن فرمله المشاعر والتحكم في اي ردود فعل اندفاعيه. فالاشارات اللي رايحه للمنطقه العاقله دي عشان تهدي المشاعر الملتهبه، الاشارات اللي بتبعتها ضعيفه قوي، يعني ما بتوصلش بقى، فالمشاعر بتفضل ملتهبه، مفيش حاجه تهديها. يعني ببساطه عشان اوصل لكم الموضوع، احنا سايقين عربيه بموتور طياره نفاثه من غير فرامل. ها اتحكم لي بقى فيها، اتحكم في عربيه بموتور طياره ما فيهاش فرامل. بسبب التركيبه البيولوجيه والنفسيه دي، تعالوا نشوف ايه اكتر سلوكيات مشهورين بيها اصحاب الشخصيه الحديه. اول حاجه وهي العلاقات البركانيه، بتبتدي بانبهار شديد للطرف الثاني وتقديس والوهيه كل حاجه في الطرف الثاني، قد ايه هم جمال وفظاع حاجه كده ما حصلتش ولا هتحصل تاني في الدنيا. وبعد كده مجرد ما الاحساس بالامان بتاع اول العلاقات والدفء الفظيع والاهتمام الرهيب اللي في اول العلاقات ده يبدا يبرد، اللي بيحصل هو بدايه سلسله خناقات لا تنتهي، اللي فيها احنا بنحس انه الاهتمام ابتدى يقل من الطرف الثاني. this means ان الشخص الثاني ده ما بيحبناش، الطرف الثاني ده مش هيختار، فبيبدا سلسله خناقات فيها صريخ وبتاع. وطبعا زي ما احنا عارفين ان السلوك ده بيخلي الاشخاص اللي قدامنا ما يستحملوناش اكتر ويهربوا اسرع، فبالتالي يتثبت لنا في دماغنا اكتر انه فعلا هم كانوا كده كده هيمشوا ويسيبونا في علاقات مليئه بالكاوس او بالفوضى. تاني حاجه زي مدام لطيفه، الكاميرا بتاعتنا يا ابيض يا اسود لكن مش رمادي. عندنا اليه دفاعيه اسمها الانشطار او السبليتنج، انا ما كنتش عارفه ان ليها اسم. بنشوف كل حاجه في العلاقات او البني ادمين يا ابيض يا اسود، مفيش رماد. هي الشخص ده كويس قوي معايا فانا بحب الشخص ده وبموت فيه واستحمل له كله الزلط، يا ايه ده الشخص ده بيكرهني، ده مش طايقني، خلاص انا مش عايزه. يا ابيض يا اسود. تالت حاجه ودي لقيتها في حاجات كتير قوي قريتها مضايقاني وانا بقولها، وهي التهديد والابتزاز العاطفي. من اشهر السلوكيات، وانا مش شايفه ان ده ابتزاز عاطفي بالمعنى النيجاتيف، ولكن لما بنحس بالرعب من الهجر ممكن نلجا للتهديد بان احنا ناذي نفسنا او الشخص ده مشي وسابنا. انا حابه اوضح حاجه، دي مش خباثه، مش سلوك ملتوي، مش رغبه في السيطره خالص، ده بيبقى تعبير عن الرعب. لو مشيت انا فعلا هموت من الوجع، فبليز ما تمشيش. فده مش تمثيل، هو ده احساس حقيقي. ورابع سلوك لازم نتكلم عنه وهو سلوك ان احنا مرآة الاخرين. انا بشوف اللي قدامي اللي انا بحبه ده بيحب ايه، بيتكلم ازاي، بعشق تفاصيل، فبنبقى عايزين نعمل كل حاجه تساعده. طريقه كلام بيحبها نعملها، لبس معين بنحب نعمله ايا كان، فبنبقى مرايه للشخص اللي احنا بنحبه. ولذلك لو الشخص ده مشي او بعد او كده، اول احساس بيوصل لنا وهو الاحساس بالفراغ. ده عنا مين اصلا، وانا مين للسبب ده تحديدا؟ رشيت على كل الجروح كولونيا هداويكوا، وحياتكم عندي لداويكوا وداويني، بس هنستحمل بس كام دقيقه اللي جايين دول وبعدين هنبقى زي الفل. الصوره اللي الناس بتشوفها ان الاشخاص دي غضبانه، دراما كوينز، بيعشقوا المآسي، بيعملوا مشاكل. مش بقول انها مش موجوده، ولكن المآسي حقيقيه والوجع الداخلي مرعب ومحدش حاسس بيه، بسبب الرعب من الهجر والقلق المستمر من الاشخاص اللي حوالينا هتمشي، وبسبب الآلية الدفاعيه بتاعت ان احنا بنشوف الحياه يا ابيض يا اسود. دايما بنعيش في دوامه خساره مستمره للاشخاص اللي حوالينا، والخساره دي بتاكد لنا فكرتنا القديمه ان كل الناس هتمشي وتسيبنا، وان محدش هيستحملنا، وان محدش بيحبنا كفايه لدرجه ان هو يستحملنا. وده بيدخلنا في نوبات اكتئاب اكتر، واحساس بان في ثقب اسود جوانا مش عارفين نخرج منه، وفراغ قاتل في صدورنا. حياة مشرقة جدا. آخر حاجة بقى محتاجين نتكلم عليها عشان نفهم كمان الشخصية الحدية بكل ما فيها، وهي أكتر حاجة مشهورة عن اضطراب الشخصية الحدية، وهي تخدير الألم بالاندفاعية. إن إحنا الإيموشن ريجوليشن بتاعنا أو تنظيم عواطفنا بيتم عن طريق اندفاعية غريبة. لما المشاعر بتعلى قوي قلبنا ما بيستحملهاش وعقلنا ما بيستحملش الوجع ده، فبنلجأ لسلوكيات دفاعية زي الإسراف الرهيب، الأونلاين شوبينج المرعب، زي الشراهة في الأكل. أي سلوك مؤذي للنفس على طول هو ده. فدايما دي اكتر حاجه مشهوره عن اضطراب الشخصيه الحديه، وهي السلوك الاندفاعي. المأساة هنا ان السلوكيات دي مش حب في الاذى،
ولا كره للذات، لا هي اعمق من كده شويه. دي محاولات يأسة وتلقائيه من العقل عشان يخدر الالم النفسي الفظيع الغير محتمل باي الم جسدي، فيشتت ده، فيعمل عمليه تشتيت. هوبا، حد شاف حاجه؟ ما حد التجا يا استاذ همام، ما حدش التجا. لكن النظره دي هتفضل ظالمه وناقصه لو ما شفناش الوش التاني للعمله. يعني ايه يوم؟ هو انت بعد كل الكولونيا اللي عماله ترشيها على كل الجروح دي جايه تقول لنا ان في وش تاني للعمله؟ ده في وش لو ما اكتشفناهوش دي مشكله. اصحاب اضطراب الشخصيه الحديه عندهم مميزات جباره ونادره، وتقريبا ما فيش حد في الدنيا عندهم غيره. والله زي ما بقول لكم كده، الجاس والبسط. الصفات النادره دي بتخلي اصحاب اضطراب الشخصيه الحديه اشخاص استثنائيه. الحاجه الوحيده لو عرفنا نوجه القوه بتاعتنا للخير مش للشر. يعني ايه؟ يعني بسبب حساسيتنا المفرطه بنقدر نحس بوجع غيرنا بشكل مفيش حد غيرنا بيعرف يعمله. بنقدر نشوف اصلا من بعيد، من نظره عين، ان الشخص اللي قدامنا ده بيعاني من حاجه، او في حاجه قلقاه تعباه حاسسها وات ايفر. احنا عندنا قرون استشعار مرعبه، فبنقدر نديتكت بيها ان الاشخاص اللي قدامنا عندهم حاجه، فبالتالي بنبقى اكتر اشخاص بتقدر تطبطب على الاشخاص اللي حواليهم. بمعنى اصح، اكتر ناس حنينه ممكن تشوفوهم في حياتكم هم اصحاب اضطراب الشخصيه الحديه، لانهم بيحسوا بالامكم اكتر من اي حد تاني. ورقم 2، التضحيه المطلقه. لو الشخص ده حبكم، يا بختكم ويا حظكم ويا نصيبكم من كتر الحب اللي انتوا هتشوفوه. لان مجرد ما صاحب الشخصيه الحديه يحب حد ويطمن له، خلاص كده بقى بيحبكوا حب غير مشروط، حب مليان بنقاء وصفاء غير معهود عمركم ما شفتوه قبل كده. لاننا ما بنعرفش نحب نص نص، فبنقدم ولاء وتضحيه ما فيش حد تاني مستعد انه يعملها. بنحب حب غير مشروط، نعمل اي حاجه عشان نسعد الاشخاص اللي احنا بنحبها. ففي حب كده، في حب كده في الزمن ده. عشان كده بقول لكم يا سعد ويا هناء اللي يحبوا شخص عامل كده. وعشان كل الحاجات اللي انا لسه قايلها لكم دي، هتلاقوا دايما انه الفنانين، الشعراء، الرسامين، كتير جدا منهم عندهم اضطراب الشخصيه الحديه. لان المشاعر الملتهبه دي لما بتترجم في حاجه فنيه ما بيبقاش في احلى من كده. في لوحه، في فيلم، في اغنيه، في كلمات اغنيه، في مزيكا، بتطلع كميه مشاعر مش ممكن حد يقدر يقاومها، وبالتالي بتلمس قلوبنا كلنا لانها طالعه من اعماق الوجع، فبالتالي كلنا بنحس بيها. شفتوا بقى ان في صفات مش موجوده في اي حد تاني غير اصحاب هذا الاضطراب. فبالتالي لو انتوا او الاشخاص اللي انتوا بتحبوهم عندهم اضطراب الشخصيه الحديه، محتاجين نتكلم في اهم مهارات وحلول نقدر ان احنا نعملها بجانب العلاج النفسي. تقولوا لي يمنى احنا سمعنا انه اضطراب الشخصيه الحديه ملوش علاج نفسي. لا، في، وهو العلاج الجدلي السلوكي او الدي بي تي. ده العلاج الوحيد اللي بينفع مع اصحاب اضطراب الشخصيه الحديه، لان ده بيسعى الى فهم المنطق وعلاج السلوك. بس في حاجات نقدر نعملها نساعد نفسنا جنب العلاج النفسي، او تساعدوا بيها الاشخاص اللي انتوا بتحبوهم جنب العلاج النفسي. رقم 1، وهي قاعده ال20 دقيقه وتاجيل رد الفعل. لما نحس بنوبه غضب شديده قوي، او رغبه شديده قوي، او رد فعل اندفاعي هنأذي نفسنا او علاقتنا بالاخرين، ناخد عهد على نفسنا ان احنا مش هندي رد فعل، مش هنبعت رساله، مش هنعمل بلوك، مش هنتكلم في التليفون مكالمه نقطع بيها كل العلاقات الدبلوماسيه ما بيننا وما بين الاشخاص اللي حوالينا، مش هنتصرف اي تصرف غير بعد 20 دقيقه كامله. وده علشان نسيب المشاعر العاليه اللي هي بتبقى الهوجه اللي في الاول، البركان اللي بيشتعل ده، لمده 20 دقيقه هنهدى فيه. كل المرات اللي انا ما اتصرفتش فيها في خلال ال 20 دقيقه دول كسبت ان انا عرفت اتكلم صح، كسبت ان انا ما غلطتش نفسي، كسبت ان انا ما دمرتش علاقاتي باللي حواليا. كل المرات اللي مشيت ورا احساسي على راي الفنانه روبي، ورحت بقى ايه، هبدا كل حاجه بعرض الحائط، وعملت رد الفعل اللي انا عايزاه، شمس وانتهت بالمعبد عليا وعلى اعدائي وعلى احبائي في الحاله دي. ورقم 2، ملاحظه وتسميه المشاعر. بدل ما نسيب الوجع يسوقنا، نقعد مع نفسنا ومع اللي احنا حاسين بيه، ونقول اسامي اللي احنا حاسين بيه. فمثلا اقول انا دلوقتي حاسه برعب علشان الشخص المفضل ليا مش بيرد عليا، او انا حاسه برعب لان الشخص اللي انا بحبه باعد عني دلوقتي، او احنا متخانقين. ومش حاسه ان انا بكره الشخص اللي قدامي، لا انا حاسه ان انا خايفه ان انا اخسر الشخص اللي قدامي. فابدا ان انا ايدنتيفاي او اتعرف على المشاعر اللي انا حاسه بيها. فصل المشاعر وتسميتها بيقلل من حدتها في الدماغ فورا، وان احنا نقعد مع الوجع، ما نحاولش ان احنا بس نسكنه وخلاص. ودي حاجه انا فعلا بدات ان انا اشتغل عليها، وحاجه صعبه جدا. هي صعبه ومؤلمه لكن مش هتموتنا يعني. رقم 3، ودي مهمه واتكلمنا عنها قبل كده، تمارين اليقظه الذهنيه او التجذير او الجراوندنج. لما الفراغ يعلى، لما الالم يزيد، لما نحس ان احنا جوانا مشاعر كتير قوي مش عارفين ان احنا نسيطر عليها، نرجع للواقع اللي احنا حاسين بيه. ودي حاجه حصلت لي ريسنتلي، حصل لي بانيك اتاك، ودي الحاجات اللي انا عملتها علشان اخرج من البانيك
بانيك اتاك، وهي ان انا بدات ان انا استخدم الحواس الخمسه، ابص على 5 حاجات حواليا واقول انا شايف كذا كذا كذا، حتى لو في دماغنا يعني، المس 4 حاجات، اقول انا سامعه 3 اصوات، وهكذا. اللي ده بيعمله انه بيسحب عقلنا من دوامه الافكار اللي هي لا تنتهي، ويرجعه للحظه اللي احنا فيها. فده الهدف من التمرين، ان احنا نرجع للحظه اللي احنا فيها. واخيرا وليس اخيرا، ودي من اكتر الحاجات اللي المفروض انها بتساعدنا ان احنا نقدر نفرغ مشاعرنا بشكل ايجابي، وهي ان احنا الجورنالينج او الكتابه. يبقى عندنا دايما وقت بنكتب فيه مشاعرنا، بنكتب فيه المشاعر، وخصوصا المشاعر الرمادي اللي احنا لا نحتملها، المشاعر الرمادي اللي احنا اصلا مش مقتنعين بيها. ليتس سي احنا بنقول ان حد اتاخر علينا في الرد في مسج، ما ردش علينا اصلا في مسج، مش ان انا بكره الشخص ده، الاسود بتاع الموضوع ان الشخص ده ما بيحبنيش، الشخص ده بيكرهني، الشخص ده مش فارق معاه اصلا وجودي في الحياه. فنشوف الرمادي، الشخص ده اتاخر عليا في ان هو يرد عليا لان هو كان مشغول، او الشخص ده اكيد عنده ظرف فبالتالي ما ردش، او ما عندوش القدره العاطفيه دلوقتي انه يرد عليا حالا. وده طبيعي، ده مش معناه ان الشخص ده ما بيحبنيش او مش حاسس بوجودي او مش عايزني موجوده في حياته. لما بنبدا نمرن عقلنا على ان هو يدمج المتناقضات، بمعنى انه الموضوع ما يبقاش ابيض واسود، يبقى فيه رمادي في النص، ده بيساعدنا ان احنا نقلل السبليتنج او التشاطر اللي احنا قلنا عليه. في النهايه عايزه اوجه رساله من قلبي لكل اصحاب اضطراب الشخصيه الحديه، او للاشخاص اللي ممكن يكونوا سمعوا الفيديو وحسوا ان الفيديو ده مكتوب ليهم بيوصف حجم الجحيم او المعاناه اللي هم عايشينها كل يوم. انا عارفه ان انتوا تعبتوا، عارفه ان انتوا تعبتوا من الخوف، من الاحساس الخوف ان الاشخاص اللي انتوا بتحبوهم هيمشوا ويسيبوكوا، وعارفه ان انتوا تعبتوا من الاحساس بالفراغ اللي انتوا حاسينه جواكوا اللي مفيش حاجه بتملاه، وعارفه ان انتوا تعبتوا من نظره الاشخاص اللي انتوا بتحبوهم اللي انتوا شايفينها في عينيهم ان هم بيلوموكوا ان انتوا ليه عاملين كده، او ليه بتتخانقوا كده، او ليه بتتصرفوا بالطريقه دي، في الوقت اللي انتوا جواه بتبقوا بتصرخوا بتموتوا من الالم. وكل اللي انتوا محتاجينه هو ان حد يحبكوا ويتقبلكوا زي ما انتوا. وعايزه اقول لكم ان انتوا مش لوحدكم، وان انتوا مش بني ادمين سيئين، انتوا بس قلبكم اتولد من غير فلاتر في دنيا زحمه وقاسيه، وان الرحله ممكن تكون طويله وفيها مطبات كتير، بس بر الامان فعلا موجود، مش مستحيل الوصول ليه. وورا كل نوبه غضب، ورا كل علاقه مكسوره، طفل صغير بيصرخ مرعوب ومحتاج بس حد يطمنه ويقول له انا هنا ومش ماشي. فبالفهم والعلم وشويه حنيه الجرح ده هيلقم، والجلد العاطفي اللي اتكلمنا انه مش موجود في اول الفيديو هيرجع يتبني من تاني. يا رب تكون الحلقه دي طبطبت على قلوبكم، ويا رب تكون نورت لكم شويه لمض، وورت لكم النور اللي في اخر النفق المظلم اللي احنا دايما واخدين صوره عن اضطراب الشخصيه الحديه دي بالطريقه دي. اتمنى يكون الفيديو ده وضح لكم شويه حاجات. اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر حاجه اثرت فيكم في الفيديو، او ايه اكتر حاجه لمستكم النهارده في الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس بقى عشان تعرفوا لما انزل حاجه جديده وكل الحاجات اللذيذه دي. واشوفكم الاسبوع اللي جاي. سلام.